الكون مكان واسع جدا مليان بأجرام سماوية كتير. احنا مش لوحدنا في الكون لأن في نجوم وكواكب تانية. لكن تخيل لو في مكان مش موجود فيه حاجة خالص ولقيت نفسك فيه لوحدك، يا ترى إحساسك هيكون إيه؟ اهلا بيكم في اول حلقه من السلسله الجديده اسرار الكون، واللي فيها احكي لك عن رامي، الطفل اللي وصل ناسا وبقى رائد فضاء، واللي اديته ناسا مهمه سريه للغايه فريده من نوعها ومحدش في العالم يعرف عنها اي حاجه. رامي طفل بسيط من ولايه نيويورك، كل حلمه انه في يوم من الايام يكون رائد فضاء يوصل للنجوم، ولما كبر مسك في حلمه اكتر، قدر بذكائه انه يطلع رائد فضاء مميز ويتدرب في ناسا على مهمه جديده هتكشف لنا عن مكان جديد في الكون، واللي هيوصل له عن طريق تكنولوجيا جديدة طورتها ناسا من غير ما أي دولة تعرف، ومفيش دولة تانية قدرت توصل لها. في أوائل التسعينات ركب رامي الصاروخ السري وبدأ رحلته الغامضة للمكان اللي ناسا صورته، بس الصورة ما كانتش باينة قوي فما شافوش إنه في حاجة، وعشان كده بعتوا حد يروح يشوف هناك في إيه. وابتدى رامي رحلته الطويلة لكوكبة من النجوم اسمها كوكبة العواء، البويتس كونستليشن. لما وصل رامي للمكان ده ما لقاش اي حاجة ولا اي حاجة خالص. رامي فضل ماشي وهو منور نور المكوك بتاعه، لكن هو مش شايف اي حاجة. رامي لقى نفسه ماشي في مكان ضلمة في ضلمة، مفيش ذرة نور، وفجأة حتى نور المكوك بتاعه اتطفى عشان خلل في دارات الكهرباء كان موجود في الصاروخ، ورامي حرفيا بقى في ظلام دامس، مش شايف اي حاجة غير نور كشاف صغير معاه، مش عارف يرجع ولا عارف يشوف هو فين ولا رايح فين، وممكن يخبط في ايه، ممكن يخبط في صخور او كواكب مارقة مش بتدور حوالين اي نجم. رامي ابتدى يترعب من اللي بيحصل له، وفجأة لقى رامي جهاز الارسال بتاعه اشتغل، وناسا بعتت له الاحداثيات بتاعة الرجوع وقدر يرجع فعلا. طبعا القصة دي كلها كانت من خيالي، الحاجة الوحيدة الحقيقية اللي في القصة هو المكان الغامض اللي راحه رامي او اللي مراحوهوش رامي، اللي بيسموه The Great Nothing، الفراغ او الخلاء العظيم، وهو اكتر مكان مرعب في الكون. هو حرفيا مكان فاضي في الفضاء الاعظم. هتقولي عادي فضاء في فضاء، هقول لك لا، الفضاء اللي نعرفه فيه مجرات، والمجرات فيها نجوم، والنجوم بيدور حواليها كواكب وصخور، لكن المكان ده مفيهوش اي حاجه خالص، مجرد حوالي 250 مليون سنه ضوئيه من ولا حاجه. وعشان تفهم الرقم ده يا ماو، فلو انت ماشي بسرعه الضوء وعايز توصل من اول المكان ده لاخره هتاخد 250 مليون سنه عشان تعديها. بس المكان ده اكتشفه عالم امريكي، وهو فعلا من ولايه نيويورك، من مدينه نيويورك، اسمه روبرت كوشنر، سنه 1981. هو وفريقه لما اكتشفوا المكان ده سموه ذا بويتس فويد، لان المكان ده بيقع في كوكبه بويتس العواء. في الاول لقوا مجرة واحدة بس موجودة في فراغ، زي ما قلت لك قطر الفراغ ده 250 مليون سنة ضوئية، ولحد وقتنا ده اكتشفنا حبة كمان لحد ما وصلوا ل60 مجرة، بس المسافات ما بينهم كبيرة قوي لدرجة ان كل 10 مليون سنة ضوئية ممكن نحط مجرة. وطبعا انا شايف الماو اللي هيكتب لي تحت في الكومنتس ما هي فيها حاجة اهو، فتعالى اقول لك يا ايها الماو الجميل، عارف مجرتنا دي بتقع فين وجنبها ايه؟ هقول لك بارقام بسيطة جدا. بص معايا كده، دي مجرتنا درب التبانة، جنبنا جيراننا اندروميدا ومجرة المثلث والمجرة الحلزونية، احنا التلاتة سوا العرض بتاعنا حوالي 384 ألف سنة ضوئية. ألف ها؟ المجرات اللي معانا كمان واحنا التلاتة في مكان عرضه 3 مليون سنة ضوئية، والمكان ده فيه حوالي 54 مجرة. يعني بشوية حسابات لو حسبتها بالتقريب كده، حجم الفراغ العظيم ده المفروض يبقى فيه كام مجرة؟ هتلاقيهم حوالي 10,000 مجرة بس، لكن الموجود هناك فعلا 60. وده اللي بيثير التساؤلات عن حجم المكان ده، وانه ما فيهوش اي حاجه تقريبا. بالمناسبه بويتس فويد دي مش هي الفراغ الوحيد اللي موجود في الكون، لا هو في كتير الحقيقه، لكن حجمها الضخم هو اللي بيميزها عن اي فراغ تاني موجود في الكون. بس ازاي الفراغات دي بتتشكل؟ بص ببساطه احنا اكتشفنا ان الكون بيتوسع، يعني كل المجرات بتبعد عن بعض، وده السبب احنا لسه مش عارفين، ومش عارفين ايه القوه اللي بتعمل ده
وبالسرعة دي. ودي مش الجاذبية، لأن الجاذبية هي عكس القوة دي، هي اللي بتقرب الأجسام لبعض، فسمينا القوة دي الطاقة المظلمة. بس ده ما يمنعش برضو ان الجاذبية بتشتغل في انها تجمع الاجسام دي وتقربهم لبعض، فبيعملوا زي شبكة صيد، خيوط من المجرات بينهم فراغات. فاديك فهمت الفراغات دي اتكونت ازاي. بس المشكلة في الفراغ اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، العلماء بيقولوا انه مستحيل فراغ بالحجم ده يكون اتكون بالسرعة دي لو كان بداية الكون 14 سنة بس زي ما اكتشفوا. يعني اكيد الكون بدأ من قبل كده كمان، لأن حركة الأجرام السماوية تاخد سنين في الفضاء الواسع لضخامة المسافات اللي بينهم. يعني مثلا مجرتنا هتخبط في مجرة أندروميدا جارتنا بعد 4 مليار سنة من دلوقتي، فازاي فراغ بالحجم ده اتكون في 14 مليار سنة بس؟ ده المبهر في الموضوع. وعايز ابهرك اكتر واقول لك ان اكتشفنا في الآونة الأخيرة فراغات أكبر كمان من 250 مليون سنة ضوئية. منهم فراغ اكتشفوا 3 علماء وسموا الفراغ ده KBC Void سنة 2013، والفراغ ده بيوصل قطره ل 2 مليار سنة ضوئية. بس طلعت دراسات وشككت في وجود الفراغ او حجمه، بس اكتشفنا فراغ تاني اكبر من البويتس فويد وهو الريدانوس فويد، واللي بيوصل قطر الفراغ اللي فيه قطر ولا حاجة ل1.3 مليار سنة ضوئية. يعني لو ماشي في مركبة بسرعة الضوء هتاخده من اوله لاخره ب1.3 مليار سنة. الفكرة ان كل الفراغات دي بتثبت صحة الصور دي، وان الكون عبارة عن شبكة، وبتثبت وجود فعلا الطاقة المظلمة والمادة المظلمة اللي هعمل عنهم حلقة في وقت تاني. ووجود الفراغات دي ودراستها بيفهمنا اكتر عن الكون، وبيكشف لنا عن طبيعة حركة الاجرام السماوية، وبيعرفنا اكتر عن الطاقة المظلمة اللي بتخلي الكون يتوسع اكتر. وده كان اكتر مكان مرعب اكتشفناه لحد دلوقتي في الكون. وبس كده، لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير وكومنت، ولو انت على اليوتيوب اعمل اشتراك في القناة وابعت الحلقة دي لاصحابك، خليهم هم كمان يستفادوا. وبكده خلص الكلام.